البق ما يزهق. بزاف ديال المغاربه كيسمعوا بهذا المثل ولا كيستعملوه في حياتهم اليوميه، وخصوصا الا كانت عندهم شي حاجه مهمه وخايفينها لا تزهق ما بين يديهم، فكيقول لك البق ما يزهق. فشنو القصه ديال هذا المثل ومنين جا؟ فالقصه كتقول ان شحال هادي كان هجم البق في خمسينيات القرن الماضي، كان هجم البق على فرنسا وخصوصا في المدن الكبرى، وهجم عليهم بواحد الطريقه كبيره بزاف وتكاثر، مما خلاهم انهم يخرجوا يخويو الديور ديالهم ويرميو الفراش ديالهم، حيت البق كيبيض واحد البيض اللي صغير بزاف ميمكنش تشوفه بالعين المجرده، وبدا كيتكاثر، فكان صعيب انهم يسيطروا عليه. في ذاك الوقت المغاربه كانوا انهم مقاطعين الناس اللي كيجيو من فرنسا ولا اي فرنسي، غير كيشوفوه ما كيسلموش عليهم وما كيدخلوهمش لديورهم، فكيقولوا لهم البق ما يزهق، يعني الا زهق البق عندي للدار غتخرج لي على الفراش ديالي وغتخرج لي على حياتي، وانا ما فيا اللي يبقى يعاود ونهجر داري ونبدا نشري فراش جديد. فكانوا غير كيشوفوا شي واحد جاي من فرنسا ولا شي فرنسي فكيقولوا ليه البق ما يزهق، ما تخليهش يدخل ولا لدارك ولا يسلم عليك حيت غادي يعاديك بالبق. ومن تما بقى هذا المثل منتشر حتى لوقتنا هذا. وفرنسا راه ماشي اول مره كيهجم عليها البق بحال اللي واقع حاليا. ففرنسا معروف ان في التاريخ ديالها انها ديما كانت كتعاني من بحال هذا الشيء، يعني ان كان كيهجم عليها البق بطريقه كبيره بزاف، والمغاربه داك الوقت كانوا قاطعوا ان الفرنسيين يدخلوا اي واحد جاي من فرنسا يدخل المغرب باش ما يدخلش ليهم هذا البق.